السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد الطبق شمالي اللي هي الخضرة معمرة بالروز، مطيشة وفلفلة والقريعة. هذا معروف، واحد الطبق قديم. بسم الله على بركة الله. كناخدو واحد الطنجرة وواحد الغطار. الطنجرة كنديرو فيها المعدنوس والبصلة، والغطار كنديرو فيه الروز والبصلة والمعدنوس حتى هو، ما كنديروش القزبر، المعدنوس فقط. وكنزيدو التوابل. الحاجه اللي درناها في الطنجره كنديروها في هذاك التبصيل. كناخدو شويش ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم. الخرقوم مزيان كيعطيها داك اللون وكيعطي حتى المذاق حتى هو. هي كتبغي يكون بالزايد. كنزيدو سكينجبير فيهم بجوج، والمليحه ضروري المليحه. وهذا الروز هذا هو اللي غادي نعمرو به هذيك الخضيره ديالنا. المليحه كيبقى على حسب الذوق. كنجيبو السودانيه كتكون غبره، اللي كتكون جافه. الا ما كانش عندنا، حنا ما كانش عندنا، عملنا خدينا واحد السودانيه خضراء وقطعناها صغيره وزدنا هذيك. كيجي واحد المذاق ديال الحروره، كيجي غزال فيها، ضروري تعملوا واحد شويه. صافي، هاد الطبق هذا وجدته خالتي الله يعطيها الصحه. كنخلطوا ديك الروز باش تدخل فيه هذيك التوابل. خلطوه مزيان مزيان، وكنجيبوا الخضيره ديالنا تكون جديده. الفليفله مزيانه تكون ديك هذه اللي كتكون طويله، ماشي ديك اللي كتكون كبيره مدوره. هذه القريعه هذه حتى هي كتكون في الشمال في طنجة وتطوان. مطيشه حتى هي كل ما كانت بلديه كل ما كانت مزيان. كناخذوا مطيشه كنزولوا لها ديك القلب ديالها. هذاك القلب ما كنرميوهش، كنديروه في الطنجره. غادي نحتاجوه في المريقه اللي غادي طيب فيها هذيك الخضره. كما كتشوفوا تكون مغسوله من قبل، وكنخليوها بالقشره ديالها حتى هي نفس الشيء كامل. داك القلب كنجبدوه. كل ما كانت مطيشه بلديه وتكون صغيره، كل ما كتكون لذيذه وكطيب دغيا وكتجي مزيونه. ديك الساعه اختاروها باش تكون بلديه ان شاء الله. صافي كنبداو نقيو فيها من الداخل داك القلب ديالها حتى الزريعه حتى كلشي. داك الماء ديالها كله كنعملوها في الطنجره. الفلفله حتى هي، الفلفله خاص تكون ديك اللحمه ديالها تكون رقيقه، ماشي ديك الفلفله اللي كتكون مربعه ومكوره. والفلفله تكون عندنا الفلفله خضراء، الفلفله حمراء مزيان. كنوعو كتكون مزيانه. كنزولوا لها ديك الزريعه وكنخليوها. القرعه كناخذوها كنزولوا لها ديك القلب ديالها بالموس. الا كانت عندنا ديك واحد الاداه كيزولوا بها داك القلب، كيستعملوها السوريين كيخويو بها القرعه مزيانه. هذيك كتساعدنا. داك القلب ديال القرعه حتى هو كناخذوه وكنديروه في هذيك الطنيجره ديالنا حتى هو مزيان. غادي يذوب مع ديك المريقه ديال الفلفل اللي غيطيب فيها هذا الشيء. دغيا كيذوب وكتجي ديك المريقه عاقده وملبيه. صافي كنبداو نخويو في هذيك القريعه بحال هكذا. والقياس كيبقى على حسب عدد الاشخاص، كل واحد كيعمل القياس. دابا هذه هي ديك التخليطه ديال المريقه اللي غيطيب فيها داك الشيء. وهذه الخضيره ديالنا حنا خويناها، وهذا الروز ديالنا ها هو واجد. كنبداو ناخذ داك الروز وكنبداو نعمرو به. ما نعمروهاش بزاف لان عاد غيكبر داك الروز، بحال هكذا كما كتشوفوا. وإلا كانت القرعه طويله كنقسموها على جوج باش يطيب لنا داك الروز من الداخل، ما تجيش القرعه طويله وهي عامره بحال هكذاك. نفس الشيء بالنسبه للفليفله، نعمرها بحال هكذا. ومن الاحسن ما تكونش ملويه، تكون ديك اللي طويله مقاده. وكنستمروا بنفس الطريقه. ها هي بحال هكذا. وكنبقاو نديرو في هذيك الطنيجره ديالنا وحيده بالوحيده وحنا غاديين معاها. الله يعطي الصحه لخالتي تبارك الله عليها. الطياب ديالها كله كيجي غزال ولذيذ. نعمروا هاد الفلفله هادي وديك القريعه باش طيب لنا كنشقوها من الجنب باش يدخل لها المريقه. الا كانت ديك القريعه بحال هكا كبيره كنشقوها كما شفتوا بالموس. ونفس الشيء كنعمروا مطيشه كاملين وحده مر وحده حتى كنساليوهم كاملين.
كما قلت الكميه كتبقى على حساب عدد الاشخاص. ومطيشه عاوتاني حتى هي ما كنعمروهاش بزاف. وحنا كنبقاو غاديين بحال هكذا كنعمروها. ونستفوها في هذيك الطنجره ديالنا حتى كنساليهم كلهم. تبارك الله المنظر ديالهم غزال. والاحسن ما يطيحش هذاك الرز، ما يطيحناش في وسط الطنجره. وحنايا هنا مطيشه عندنا كبيره كنشقوها حتى هي من التحت باش تدخلها المريقه. الا كانت مطيشه عندنا صغيره وبلديه ماشي بالضروره نديروا هذه العمليه هذه دابا، غير حيت عندنا حنا مطيشه كبيره وماشي ديك البلديه هذه، عرفتوا هذيك مطيشه الكبيره. دابا المرحله اللي موراها هي اننا غنبداو نستفوا هاد الخضره هذه في ديك الطنجره. الطنجره خاصها تكون واسعه محلوله، ما تكونش الطنجره طويله. كل ما كانت واسعه وهابطه كل ما مزيان. وكنستفوا بحال اللي كنزاحموهم شي حدا شي باش كيطيبوا مع بعضياتهم وما يجيش شي فوق شي، خص كاملين يكونوا في نفس المستوى. صافي كنبداو نقادو فيهم بحال هكذا حتى نقادوهم كاملين. ها هي تبارك الله ديجا تقادو فيها وهزتهم كاملين. ايوا بشويه بشويه. وهاد الاكله كتجي لذيذه بزاف، راه كيعرفوها الناس ديال الشمال، الناس اللي عاشوا في خصوصا في مدينه طنجه قديمه هذه، وكتجي لذيذه. داك الروز اللي بقى لنا ما كنرميوهش في وسط الطنجره، كنزيدوه في وسط هذيك الخضيره. وإلا شطنا درنا بزاف د الروز وشطنا بزاف كنخليوه في الثلاجه حتى المره اخرى. داك الغطار اللي خدمنا فيه كنشدو شويش ديال الماء كنشلوه به وكنخويوه في وسط هذيك المطيشه باش نفزقوا داك الروز باش غادي به يطيب هذاك الروز. غير شويه كما شفتوا، غير معلقه معلقه في كل حبه ديال المطيشه. نيت داك الغطار كتكون فيه العطريه صافي. هكذا كنساليو هاد المرحله هذه. وندوزو دابا المرحله المواليه، هي اننا كنعملو شويش ديال الزويته. هنايا غادي تلاحظوا عملت خالتي شويش ديال الزويته بلديه وشويه ديال الزويته روميه، ولكن انا كنفضل انني ندير غير زويته بلديه بوحدها. وكنطيب هكذا ديال شحال هادي هكذا كانوا كيطيبوا كيخلطوا بيناتهم. كنبداو نقادو ديك الخضيره ديالنا بيديداتنا بحال هكذا ونعاودو نستفوها. هادشي خصو الخاطر كما كتشوفوا، هي اكله بسيطه ولكن خصها الخاطر. كنديروها فوق البوطه، كنجهدوا عليها في الاول وكنعملوا نقيطه ديال الماء كما شفتوا، غير نقيطه ديال الماء، ما خصهاش تعوم في الماء، غير شويه بحال الا غطيب غير بالبخار. راه شفتوا الكميه ديال الماء من الاول حتى الاخر غير شويه. كنجهدوا عليها مزيان البوطه في الاول حتى كتغلى. ها هي دابا بدات كطيب، ها هي فوق البوطه. منين كتغلى مزيان ديك الساعه كنقصوا عليها البوطه وكنخليوها طيب على خاطرها. هي هنا غلات، خصنا نسدوا عليها مزيان. كنديروا لها هاد الميكه هادي بحال الا غادي نفوروا، كنديروا عليها الميكه وكنسدوا عليها باش طيب في هذاك البخار. نقصوا البوطه ومره مره نحلو ونهزوا شويه من داك المريقه اللي في القاع ديال الطنجره وكنكبوها في وسط ديك الخضيرات باش داك الروز كيشرب هذيك المريقه وكيطيب فيها. وكنعاودو نغطيو عليها ونخليوها تكمل طيابها على نار مهيله حتى ما يبقاش فيها نهائيا الماء ابدا، خصها يبقى غير الزويته في الاخر وكتجي طايبه مزيان. كنجيب واحد الغطار ديال الطاوس كما شفتوا كنستفوا فيه هذيك الخضيره. راه كما كتشوفوا في داك الطبسيل كاين واحد الفلفله سودانيه هي في الجنب ممكن نزيدوها من فوق باش طيب، كتطلق اللذه ديالها. كما شفتوا ما كاينش الماء نهائيا، كاين غير زويته. وهذه كتكل بالخبز ماشي بالمعلقه، هكذا كياكلوها بالخبز. نتمنى تعجبكم وتجربوها بالصحه والراحه، وشكرا خالتي على الوصفه.